أحمد توفيق عبد الفتاح رجل أعمال المشهور بأحمد الريان، ولد سنة 1956. عنده 10 أولاد، 2 صبيان و8 بنات. بدأ يشتغل وهو عنده 10 سنين في أكتر من شغلانة، زي صنع فوانيس السيارات وتجارة البيض والمواد الغذائية، لغاية ما اتخرج من كلية الطب البيطري. وبعدها شق الريان طريقه، بقى واحد من أهم رجال الأعمال المصريين. اشتغل في كل حاجة وأي حاجة، حتى تجارة العملة والذهب ما سابش حاجة إلا لما اشتغل فيها. وبقى كل بيت في مصر حاطط فلوسه في مشاريع الريان، ودخل في البورصة العالمية، وبعض الأخبار بتقول إن حول 3 مليار و200 مليون جنيه في البنوك الأجنبية. بدأت الحكومة تحط الريان في دماغها، وسنة 1986 حدثت صفقة الذرة الصفراء بين بنك التنمية والائتمان الزراعي وبين شركة الريان. وبسبب الصفقة دي حصل أزمة في المحصول الرئيسي في البلد، وبعد الأزمة دي الحكومة طردت الريان. تم تقديمه إلى المحاكمة بتهمة تلقي أموال مخالفة للقانون، وصرح إنه بيكسب 50,000 جنيه يوميا من تجارة العملة. في التسعينيات والفترة دي كان الاقتصاد المصري واقع، وكان الريان عنده ودائع في البنوك تصل لمليارات، وتم الحكم عليه بالسجن 15 سنة في قضية توظيف الأموال. ثم زادت مدة حكمه 7 سنوات أخرى لاتهامه أنه يهدد الأمن العام، كما تم الاستيلاء على جميع ممتلكاته. ولما طلع قرار بالإفراج عنه بكفالة 700,000 جنيه، للأسف ما كانش مع المبلغ.